257 87 120 إذاعة، برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. وأول ما دخلت أوضتي يا باشا، أصلي شقيان طول الأسبوع وبستنى يوم الحد يخلص عشان استريح من الوقفة على رجليا. أصل عندي دوالي في رجليا من كتر. احنا عارفين انت بتتعب في شغلك قد ايه، اختصر بقى يا سعيد. لقيت البلكونة مفتوحة مع اني دايما بقفلها ورايا لاني ساكن في الدور الارضي، والبلكونة على الشارع وممكن تبقى منط للحرامية. ايه اللي حصل بعد كده يا سعيد؟ جريت على الدولاب لاني شايل فيه دهب المرحومة مراتي، غوشتين عيار 21 وخاتم ودبل عيار 18، لقيته زي ما هو. وبصيت على السرير لقيت شنطة هاندباج مفتوحة ورزم فلوس خارجة منها. فلوسك يا سعيد؟ انا عارف ان الحلاقين بيكسبوا كويس. مش احنا يا سعادة البيه، مش احنا. انا حلاق على باب الله، هجيب منين 450,000 جنيه؟ ده الموسم كمل يا سعيد كمل. مسكت رزمتين من الشنطة ولسه هعدهم، لقيت شخص معرفش راجل ولا ست ورفع سكينة عليا وكان عايز يقتلني. كان لابس ايه يا سعيد؟ اسود في اسود يا سعادة البيه، بس ما فسرتش هدومه من الخضة، وكان لابس قناع على وشه زي حرامية الافلام، وكان بيعرج يا سعادة البيه. وايه اللي حصل بعد كده يا سعيد؟ هاجم عليا بالسكينة، رحت منفوض من على السرير وجريت على البلكونة عشان انط منها، بس هو ضربني بالسكينة في كتفي وانا بنط من البلكونة على الشارع. الحمد لله على سلامتك يا سعيد. احنا فعلا لقينا شنطة الفلوس على سرير سعيد يا فندم. واضح انها كانت شنطة للدعاية عن محل مجوهرات، لان مكتوب عليها محلات يوسف للمصاغات، وعنوان المحل وتليفونه على الشنطة. استدعي صاحب المحل يا حضرة الضابط. احنا بعتنا نستدعيه يا فندم، لكن لقينا بلاغ من مدير المحل ان الخواجة يوسف اتقتل في شقته. استدعي المبلغ يا حضرة الضابط، وبلغ المعمل الجنائي يرفعوا البصمات في شقة سعيد الحلاق وشقة الخواجة يوسف الجواهرجي. استاذ عادل، انت عرفت ازاي ان الخواجة يوسف اتقتل؟ انا متعود يا فندم كل يوم الساعة 11 اعدي على الخواجة يوسف الله يقدس روحه، اخد من عنده مفاتيح المحل. خبطت على الشقة ما فتحش، رنيت على موبايله 3 مرات ما ردش، رحت متصل بيكو. طب اخر مرة شفت الخواجة يوسف كان امتى يا استاذ عادل؟ يوم السبت الساعة 11 بالليل، كنت جايب له ايراد بيع ماس، حتى كان بيحلق يا فندم. المبلغ اللي وديتهوله كان كام يا عادل؟ 1.5 مليون يا فندم. 50 رزمة فئة 200 جنيه، و50 رزمة فئة 100 جنيه، وكل رزمة فيها 100 ورقة يا فندم، وده إيصال إنه استلم المبلغ مني. انت مشيت من عنده الساعة كام؟ مفيش نص ساعة يا فندم، وفتحية الشغالة وسعيد الحلاق يشهدوا إني مشيت وكان لسه عايش. فتحية، انت بتشتغلي عند الخواجة يوسف الجواهرجي؟ كنت يا سعادة البيه، بس منه لله بقى طردني ورماني في نصاص الليالي. وايه اللي خلاه يطردك يا فتحية؟ سعادة البيه، انا كنت محتاجة 50,000 جنيه سلفة يعني، بس هو بقى قال لي انت جننت يا فتحية؟ 50,000 جنيه مرة واحدة؟ ربنا يخليك لنا يا سعادة البيه، احنا كلنا بنعيش من خيرك، وكلنا ما نقدرش نستغنى عن حضرتك. وعشان عايشين في خيري تطمعي فيا يا فتحية؟ عيب يا فتحية، بلاش طمع في الخواجة. خليك في حالك يا حلاق الغبرة، انت مالكش فيه. انا بتكلم مع يوسف بيه اللي بشتغل عنده. حاضر يا فتحية. انا برضو هطمع فيك يا سعادة البيه، دي سلفة، وحضرتك خد كل الضمانات اللي حضرتك عاوزها يعني، وهمضي لك على وصل امانة زي عبده السواق. عبده السواق عنده تاكسي هيبيعه ويسد اللي عليه، لكن انت حيلتك ايه؟ ولما ما تقدريش تسددي، وده اللي هيحصل طبعا،
انا هعمل ايه؟ ومش هتقدري تسد يا فتحية، هو انت حيلتك اللضة؟ تاني برضو انت؟ ما تخليك يا اخويا محضر خير، خليك في حالك يا سعيد يا حلاق وبلاش تلامة. انا يا سعادة البيه مش هزعل لو حضرتك يعني اشتكتني للحكومة بالوصل. ولو حبستك هستفاد انا ايه؟ ما خلاص تبقى فلوسي ضاعت. طب خلاص يا سعادة البيه، حضرتك يعني اخصمهم من مرتبي. ولو خصمت مرتبك كله اللي فاضل من عمرك مش هيكفي نص المبلغ اللي انت عايزاه. تعالي يا فتحية وبلاش طمع. وبعدين انا ما عنديش المبلغ ده كله. ما عندكش ايه؟ ما عندكش ازاي يا سعادة البيه؟ طب ده لسه الاستاذ عادل جايب لك رزم قد كده، ده غير الفلوس والالمازات والذهب اللي في الخزنة دي اللي وراك، ده غير بقى حق ولاد اخوك اللي انت شايله عندك. بص يا فتحية، انا هديلك 2000 جنيه، ودي مش هدية، لا 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 فتحية، دي مكافأة نهاية الخدمة. ايه؟ يعني ايه يا سعادة البيه؟ يعني تلم هدومك وتتكلي على الله، انت مالكيش شغل عندي. انت كنت عاوزة الفلوس ليه يا فتحية؟ ابني الوحيد يا سعادة البيه هيتحبس، اصله يعني واخد قرض من البنك ومش قادر يسدده. طب كان في اي خلافات بين المجني عليه واي حد تاني يا فتحية؟ يو يا سعادة البيه كتير ما تعدش. مرات اخوه جت هنا واتخانقت معاه وقالت له مش هسيبك تتمتع بفلوس ولادي. وكمان عادل اللي شغال عنده في المحل مراته محتاجة عملية والخواجة مرضيش يسلفوا واتخانقوا يا سعادة البيه. وايه موضوع عبده السواق ده يا فتحية؟ اصلي عبده السواق اسم الله على مقام حضرتك خبط العربية، والبيه بقى مضاه على وصل امانة ب100,000 جنيه وطرده. انت مشيتي امتى يا فتحية؟ مشيت يا سعادة البيه بعد ما سعيد الحلاق مشي. انا دخلت اترجاه، بس ايه بقى، بهدلني، رفض وزعقلي وما خلاليش يا سعادة البيه. كنت هطق وكان هان عليا ايه بقى، ادب مقص سعيد الحلاق في رقبته، بس اخدتها من قصرها ومشيت يا سعادة البيه. استاذ عادل، ايه سبب الخناقة اللي كانت بينك وبين المجني عليه؟ ما حصلش يا فندم، الخواجة كان بيعتبرني أقرب واحد ليه. يعني الإصابة اللي مخلياك تعرج دي مش من الخناقة مع المجني عليه؟ لا 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 سعادة البيه، ده أنا مولود كده. أنا هحكي لحضرتك اللي حصل مع الخواجة كده. 1.5 مليون يا خواجة، مظبوطين؟ طول عمرك يافت يا واد عادل. لا يعني ايه يافت يا خواجة يوسف؟ يافت في لغتنا احنا بتوع الدهب، يعني دهب اصلي وممتاز. هو في اصل زي الاستاذ عادل؟ ده راجل محترم. شكرا يا استاذ سعيد. ممكن تمضيلي على الوصل ده يا خواجة؟ معقولة يا استاذ عادل هتمضي الخواجة على وصل؟ ده لسه بيقول عليك اصلي. خليك في شغلك يا سعيد، ده شغل. هات يا عادل. اتفضل يا خواجة. وادي امضتي، اوعى تتأخر يوم الاثنين يا عادل. 11 بالثانية هكون على الباب يا خواجة. بس هو كان في موضوع كده يعني كنت عايزك فيه يا خواجة. قول يا عادل قول. سعيد بيخرج من هنا بينسى كل حاجة سمعها، ولو في حاجة في الشغل اتكلم بلغتنا. أنا كنت محتاج 50,000 جنيه عشان عملية منى مراتي. يا ابني قلت لك وديها التأمين الصحي، دي مستشفياتهم أنظف من الاستثماري، ووفر فلوسك. هو اللي حصل بقى يا خواجة، وانا عشمان فيك تسلفني المبلغ عشان الحق اسدده في المستشفى. منين يا عادل منين؟ والفلوس اللي انت جايبها فلوس شغل، هتتسلم بكرة لصاحبها، ما انت عارف. مراتي بتموت يا خواجة، وانت املي الوحيد اني انقذها. سيبها تموت وتجوز غيرها، او عيش حر زيي، عمر المرض ما يعرف طريق جسمك. انت ايه يا اخي، انت ايه؟ بقول لك مراتي بتموت تقول لي سيبها تموت؟ عيب كده يا استاذ عادل. خليك في حالك يا سعيد. انا مراتي بتموت وانت الرحمة ماتت في قلبك. زمان لما كنت ضعيف محدش رحمني. ربنا كبير، بس بقول لك مراتي هتموت وولادي هيتشردوا.
انا مش هعاتبك دلوقتي، روح ويوم الاثنين نتكلم. قول لي يا عادل، هو المجني عليه شال الفلوس فين؟ في الخزنة اللي في أوضة المكتب. الخزنة دي كان فيها ايه غير الفلوس اللي انت جبتها؟ الفلوس والأدمن بس، أو أي حاجة مهمة كان بيشيلها في الخزنة بتاعته. ايه الادمن ده يا عادل؟ ده الدهب المستعمل يا سعادة البيه، كان شايل أكتر من 2 كيلو في الخزنة. انت شفت مين عند المجني عليه يا استاذ عادل؟ سعيد الحلاق، وسبته بيحلاله، وكمان عبده السواق كان خارج وأنا داخل. طب سددت فلوس عملية مراتك منين يا عادل؟ استلفتهم من قرايبي يا سعادة البيه. مدام تريز، انت تقربي ايه للمجني عليه؟ أنا كنت مرات أخويا يا فندم. حصل انك اتخانقتي معاه وهددتيه بالقتل؟ ما حصلش يا فندم، أنا كنت رايحة له عشان يزود الفلوس اللي بيدفعها لينا كل شهر، وقال لي فلوس ايه اللي عايزانا ازودها لك يا تريز؟ ده انا بدفع لك انت وولادك 1500 جنيه من اللحم الحي. ولاد أخوك بقوا في الجامعة يا يوسف، ومصاريفهم بقت كتير، وأنا مش قادرة لوحدي. عشان كده انا بديلكم 1500 جنيه كل اول شهر. اظن كده عداني العيب. معلش يا يوسف، مصاريف الكلية بقت زيادة قوي. فستان شيك وشنطة غالية وجوانتي وبرنيطة، وعاملة فيها برنسيسة وجاية تشحتي. عيب قوي. شكرا يا يوسف، بس اللي جابني أشحت منك ولاد أخوك عشان أقدر أدفع لهم مصاريف كلياتهم. حد قالك تدخليهم طب ولا صيدلة؟ مالها تجارة، وكان من أساسه يتعلموا ليه؟ ما أنا قدامك أهو، ما أخدتش الثانوية عامة، ولا هي فشخرة كدابة وخلاص؟ وعايزنا أضيع مستقبل ولادي؟ ده أنا كنت أروح فيها. انتي يا ستي روحي بس وما تخافيش عليهم. يا يوسف أنا بطلب حق ولادي، مش بطلب منك إحسان. حق ايه يا ام حق؟ انت هترجعي للكلام ده تاني؟ قلتلك جوزك اخد كل فلوسه قبل ما يموت. طب هات لي ورقة تقول إنه أخد فلوسه منك. شغلتنا يا ستي ما فيهاش ورق، ومش ذنبي انه ضيعها على الفشخرة والهلس. فرحتي بالعربية اللي جابها لك، اديكي بعتيها، والولاية انا كنت بعت هدومكم. سعيد الحلاق وصل يا سعادة البيه. خليه يدخل يا فتحية، تريز هانم خارجة وراكي. ماشي يا سعادة البيه. كلام إيفون مراتك الله يرحمها طلع صح. ايفون اهي راحت في 60 داهية، عقبالك زيها. بس أنا مش هسيبك تتمتع بفلوس ولادي وتحرمهم من حقهم. ومشيت من عنده وكان عايش. حتى ممكن تسأله فتحية أو الحلاق ده، هم شافوني وأنا خارجة من عنده. انت دفعتي مصاريف كليات اولادك يا مدام تريز؟ لسه يا فندم، بس قريب قوي هدفعها لما ولادي يورثوا عمهم. عبده، انت سبت الشغل ليه عند المجني عليه؟ كان راجل مفترى يا سعادة البيه، العربية اتخبطت وهي واقفة قدام المحل. أنا ذنبي إيه؟ يحملني بس مسؤوليتها كده، أهو ربنا انتقم لي منه ومات مقتول، وخزنته وكل فلوسه وذهبه اتسرقوا. انت اتخانقت معاه يوم السبت اللي فات؟ أبدا يا سعادة البيه، ده أنا رحت له عشان استسمحه، وكان بيحلق وقال لي انا قلت كلمة واحدة يا عبده، يا تصلح العربية يا تمضي وصل امانة ب100,000 جنيه. ومنين اجيب المبلغ ده بس يا سعادة البيه؟ اتصرف. هو انت يعني تتسبب في خبط عربيتي وانا اللي ادفع؟ انا ذنبي يا سعادة البيه؟ دي كانت راكنة جنب المحل والله. عشان انت مهمل. عربية زي دي تتركن في الشارع؟ ما وديتهاش جراج ليه يا عبده؟ وحضرتك برضه هتدفع تمن الجراج يعني؟ عيب الكلام ده يا اسطى عبده، الخواجة بتاعنا ابو الكرم كله. بلاش تطبيل يا سعيد، خليك في شغلك، هي نفسها ال20 جنيه مش هيديك غيرها يا اخويا. هو انت بتقول لهم انا فعلك كام؟ هو انت بتحلق للاشكال دي ولا ايه يا سعيد؟ ابدا يا خواجة، انا مقص بتاع البهوات والبشوات وبس. انا عندي عيال يا سعادة البيه والله. امضي على الوصل وصلح العربية وتعالى رجعك تشتغل معايا تاني. هتمضي ولا لا؟ الامر لله. همضي. قول لي يا عبده،
انت تعرف عنوان محل او بيت سعيد الحلاق؟ ايوه يا سعاده البيه، ورحت له بيته اكتر من مره كمان. الخواجة يوسف اتقتل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده كان راجل طيب وسكرة، ظلم ناس كتير، منه لله بقى. وبصراحة أنا شفت بعناية، ما حدش قال لي بصراحة، يعني الموت شوية عليه بس. انت يعني كنت عند يوسف الجواهرجي اخر مرة امتى يا سعيد؟ يوم السبت يا بيه، السبت اللي فات بالليل. كنت في بيته وبحلق له شعره، وكان آخر انبساط. أصلي طول ما أنا شغال بحكي له نكت يعني، وكان كل مين زاره وانت بتحلق له؟ وانا داخل قابلت واحده ست كانت خارجه وعماله تزعق، وعرفت من فتحيه انها مرات اخوه، وكان بينهم مشاكل. كان سارق 450 الف جنيه من اخوه، وكانت بتقول له ولادي هيورثوك، اصله كان. ومين تاني يا سعيد؟ وانا شغاله سعاده البيه، جه عبده السواق، والخواجه مضاها على وصل امانه عشان العربيه اتخبطت، بس الشهاده لله لسط عبده ملوش ذنب. الواحد بيبقى ماشي على رجليه ويخبط في العربيات. وبعد عبده السواق مين يا سعيد؟ الاستاذ عادل اللي شغال في المحل، وده اتخانق مع الخواجه عشان مش عايز يسلفه فلوس يعمل عمليه لمراته، والخواجه قال له سيبها تموت، كان مفتري. حد تاني جاله يا سعيد؟ لغايه ما انا مشيت محدش جه غير اللي قلت عليهم دول، بس كان فيه فتحية الشغالة، ودي اتخانقت مع البيه برضه عشان عايزة فلوس. كلهم كانوا طمعانين فيه، الله يرحمه بقى. قول لي يا سعيد، انت طلبت المجني عليه الساعة 1 بالليل ليه؟ اصل يعني وانا مروح في الميكروباص افتكرت اني نسيت المقص بتاعي عنده، فكلمته وقال لي ان هو هيعديه عليا في المحل بكرة بعد الظهر. الله يقدس روحه، كان امين. شنطة فلوس المجني عليه وصلت بيتك ازاي يا سعيد؟ ايه ده بقى كده؟ يبقى حد عايز يلبسني تهمة قتل الخواجة وسرقته. لا انا بريء يا سعادة البيه. انت شفت الفلوس اللي جابها استاذ عادل للمجني عليه؟ شفتها يا بيه، فلوس كتير، وكانوا مربوطين بحبل، واستاذ عادل قطعوا بالمقص بتاعي. مين يعرف عنوان سكنك يا سعيد؟ كل اللي شغالين عند الخواجة عارفين عنوان المحل والبيت، وياما جولي البيت والمحل. مين ممكن يقتل الخواجة يوسف الجواهرجي يا سعيد؟ العلم عند الله سعادة البيه، العلم عند الله، بس هو راجل محدش كان بيحبه خالص. تقرير المعمل الجنائي الخاص بسعيد الحلاق والخواجة يوسف وصلوا يا فندم. اقرأ تقرير سعيد يا حضرة الضابط. تم محاولة قتل المجني عليه بآلة حادة لم يتم العثور عليها، وتركت الطعنة جرح في الكتف الأيمن بطول 2 سنتي والإصابة غير خطيرة. تبين وجود حقيبة هاندباج لا توجد عليها أي بصمات، وتبين وجود مبلغ مالي قدره 450 ألف جنيه، هو عبارة عن 45 رزمة فئة 100 جنيه، وكل رزمة بها 100 ورقة من فئة 100 جنيه. توجد بصمات الخواجة يوسف وعادل على المبلغ المالي، وتوجد بصمات سعيد على الرزمتين المتواجدين خارج الشنطة. تم فتح شرفة سعيد بمفك من الخارج، ولا توجد أي بصمات على الشرفة، ولا توجد سوى آثار أقدام سعيد داخل الحجرة وفي الشرفة، ولا توجد بصمات في شقة سعيد. انتهى التقرير يا فندم. تمام، اقرأ بقى تقرير يوسف الجواهرجي حضرة الضابط. تم قتل المجني عليه بالطعن بمقص حلاقة في الجانب الأيمن للرقبة، ووجود سلاح الجريمة مستقر في رقبة المجني عليه. تبين وجود بصمات جميع المشتبه فيهم ما عدا زوجة أخو المجني عليه. تبين فتح الخزنة بمفتاحها الأصلي، وتم سرقة كافة محتوياتها. واضح يا فندم اننا قدام جريمة شروع في قتل سعيد وجريمة قتل يوسف، وكل جريمة اصعب من التانية يا فندم. بس هما جريمتين مرتبطين، ولو فكرت كويس يا حضرة الضابط وركزت في اقوال المشتبه فيهم هتعرف مين الجاني. مين يا فندم؟ الجاني هو. والآن ما هو الحل؟ ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. قول لي يا سعيد، كم واحد مسك المقص بتاعك؟ كلهم يا سعادة البيه،
ما عدا الست اللي كانت خارجة وانا داخل وكانت بتزعق جامد. يعني مفيش حد منهم يشبه اللي حاول يقتلك؟ الكدب خيبة يا سعادة البيه، وانا ما اقدرش اظلم حد. حاول تفتكر يا سعيد، حاول. مش انت كنت خلصت تعدي الفلوس لما هجم عليك؟ يعني ممكن تكون شفته. لا سعادة البيه، انا كنت لسه بعد في اول رزمة لما هجم عليا، وعشان كده ما شفتش كويس. انت عرفت ازاي يا سعيد ان الفلوس 450,000 جنيه؟ ها؟ انا ما اعرفش يا سعادة البيه، وانا هعرف ازاي يعني؟ لما حضرة الضابط قال لك فلوسك دي يا سعيد، قلت هجيب منين 450,000 جنيه؟ عرفت ازاي عددهم؟ الا اذا كنت انت اللي سرقتهم. لا سعادة البيه، انا عديتهم، عديتهم كلهم، بس نسيت من الخض. لا يا سعيد، انت ما عديتهمش، لان بصماتك على الرزمتين اللي انت قلت مسكتهم بس. يا سعادة البيه انا ما عملتش حاجة. لا يا سعيد، انت تعمدت تسيب مقصك عند المجني عليه، وبعدين اتصلت بيوسف وقلت له انا عايز اجي اخد المقص، ورحت له وكان لوحده وخدت المقص، وانت خارج ضربته بالمقص في رقبته، وبعدين سرقت الفلوس وروحت، وتاني يوم دبرت محاولة قتلك عشان تبعد الشبهة عن نفسك، وتسلمنا 450,000 جنيه وتاخد انت باقي فلوس الخواجة وذهبه. عشان كده المعمل الجنائي ملقاش اي اثار اقدام للجاني الوهمي اللي انت اخترعته. مش ده اللي حصل يا سعيد؟ الطمع يا سعادة البيه، الطمع. هو كان طماع وبخيل وحرامي. ايوه حرامي، سرق اخوه. انا لما قتلته رجعت فلوس اخوه لولاده 450,000 جنيه. انا المفروض عملت خير مش شر. خد المتهم وكمل اجراءاتك يا حضرة الضابط.